السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. جيتكم اليوم بموضوع يهم البنات اللي عندهم الشيب بزاف في شعرهم وراهم حيرين وكيفاش يديروا لهم باش يغطيو هذاك الشيب. بون البنات، انا هذا الموضوع حابتكم تتبعوه وتفهموني تري بيان باش هكا تتهناو من هذيك الحكايه تاع الشيب وعندي شيب بزاف ومن بعد يتكنسبغ ما يعود يرجع تم يبان. في هذه الحاله اختي العزيزه نقول لك خلي شعرك يكون ناتورال باش هكا كي ديري لي ماش تولي عندك سلبه بسلبه اون ديري دي روفلي، باه من بعد كي يتخلط لك مع الشيب تعودي تباني اون ديري مديره لي ماش ماشي شيب. واذا ما تقدريش تخلي شعرك ناتورال باسكو بزاف كتقول لي وحده باللي شعري مسبوغ وما يجي يهبط لي يولي لي ناتورال يطول وانا ما نقدرش نقعد بالشيب قدام راجلي ميم مع روحك برك هكا تشوفي معك في المرايه تقلقي من هذيك لا كولور تاع الشيب. في هذه الحاله اللي تعود عندها شي بورسونتاج تاعو 30%. واش معناتها البنات 30%؟ معناتها يكون عندها شويه جهه النواظر وحبات هكا بعد على بعضها، هذه هي 30% باش تكوني على بالك الحاله اللي راكي فيها نتيا. من بعد واش ديري؟ باغ اكزومبل نتيا حبيتي 9.1 ان بلون تري كلير سوندري ونتيا في بالك بلي ان بلون تري كلير سوندري ما يخبيش الشيب، كي ديريه وحده بيان سور ما يخبيش بصح كي نزيدولو اللون الطبيعي اللي هو احنا واش قلنا 9.1 يسمى اللون الطبيعي هو الناف. واش هو؟ تجيبي 9.0 وتحبي حتى تجيبي 9.00 باسكو الزيرو هذاك البنات هو اللي يخبي لنا الشيب. على قد ما يكونوا الزيروات على قد ما حتخبي الشيب احسن. باغ اكزومبل عجبتك نتيا 8.02 معليش زيدي جيبي لها 8.0 سما توجو هذاك النيميرو الاول جيبي له اللون الطبيعي تاعو. واش معناتها لون طبيعي؟ معناتها عنده زيرو سما ما تلقايش عنده خلاص شعاع اللي ورا الفاصله هذاك نقولوا له شعاع يسمى كي تجيبيه في الزيرو سما هذاك اللون طبيعي او ميم طو يخبينا الشيب. ودرك القاعده واش تقول؟ كي يعود عندك 30% لازم كي تجيبي باغ اكزومبل 9.1 تجيبي منه 60 سما تكيلي ديري 60 غرام مع اللون الطبيعي اللي هو 9.0 تجيبي منه 20 غرام يسمى كي تلمي نتيا 60 مع 20 واش يولي يعطينا؟ تعطينا 80 يسمى لوكسيدون تحطي منه 80. هذه هي القاعده البنات، اللي ما تبعش القاعده هذه ماش راح يتخبى لها الشيب باش نكونوا متفاهمين. هادو بالنسبه لي عندهم شيب 30%. مالا دركا اللي عندها 50% واش معناتها 50%؟ معناتها راهي عندها شعره بشعره، شعره بيضه وشعره كحله كيما هذا الموديل اللي راهو قدامكم اللي راني قاعده ندير فيه. هذه راهي عندها شعره بشعره، هنايا هي خلاص شعرها طبيعي سي بور صا راح نديروا لها فيه لي ماش ويتخلط ويعودوا ما يبانوش لي ماش مع الشيب. تبعوا معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه وان شاء الله تعجبكم. بون لهنا راح نهضروا على اللي عندها شعره بشعره شيب. هذيك البنات لازمها دير باغ اكزومبل نقعدوا في نفس الرقم 9.1 دير منه 40 و9.0 دير منه 40 سما الكميه كامله ولات عندنا 80 يسمى اوكسيدون نديرو تاني 80. وبيان سور البنات لازمنا نديرو 20 فوليوم تاع الاكسيدون ما نديريش 30 وما ديريش 40 لازم 20 باش يغطي لك الشيب ويتغلغل هذاك الاكسيدون في الشعره ويحلها ويسبخها. شوفوا معايا البنات لا كولور كيفاش خرجت صافيه شعرها قعد هو ما راح ما جا. وبيان سور ماشي هذه هي كما نقولوها الطله الاولى راني طليت عليه بلوزيغ فوا وغسلته كيما على بالكم الطريقه تاعي نشلو غير بالماء ونعاودو هذه كي تفوت ساعه ما نبقاش البنات هو خلصت ساعه وانا نبقى نستنى فيه. انا توجور كي توصل ساعه نشلو غير بالماء نشفو شويه بس اشواغ ومن بعد نديرلو لابليكاسيون الثانيه. اما بالنسبه اللي عندهم الشيب 80% واللي هو كامل محسوب كامل ابيض هذوك واش يديروا 9.1 يديروا 20 و9.0 يديروا 60 يسمى واش يولي عندنا الكميه كامله 80 ونزيدوا اوكسيدون 80 وهكا يتغطى الشيب. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات. ودرنا لها باتين 12.01 في مورفوز ما خلطت لها مع حتى كولور باسكو جاتني لا كولور روعه وشوابه نوحدوا برك لا كولور ونقفلوا لي زيكاي مع الاكسيدون 20 فوليوم. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الموضوع والى الملتقى ان شاء الله.